يا مليون مرحب ويا مليون اهلا وسهلا بالنجم الكبير محمد علي بن رمضان. نورت مصر والنادي الاهلي، وطبعا مش هنسى يا باشا احلى تحيه ليك. استنى، هعمل لك تحيه تانيه علشان انت من تونس وناس تونس الحلوه. حبيبي يا عم، ده كتير عليا والله. بس الصراحة أنا مش مصدق نفسي إن في النادي الأهلي دلوقتي. ده أنا كل يوم بنام والأهلي يطلع لي في المنام. كنت دلوقتي يبقى لي 6 شهور بلعب في الأهلي، لولا بتوع المجر الله يحرقهم. ياسر بن رمضان، كل حاجه بامر ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين خلاص اديك يا سيدي واقف في قلب النادي الاهلي في استاد التتش اهو. بس ما تاخذنيش يا سروم، يعني كنا عايزين نتعرف عليك اكتر، يعني سنك، مركزك في الملعب، بتحب تاكل ايه، بتعمل ايه كده يعني. أنا يا سيدي محمد علي بن رمضان من تونس، وعندي 25 سنة، وبلعب في خط الوسط. لعبت للترجي التونسي لحد 2023، وبعدين رحت الفريق الفقري ده اللي اسمه فرانك فروزي المجري، خدت معاهم 2 دوري. وبعد كده زي ما انت شايف اديني في النادي الاهلي. يا باشا انت نورت. ده حتى بص استاد التتش النور بتاعه زاد ازاي اول ما انت جيت. بس قول لي بقى، اشمعنى انت رحت الدوري المجري ده؟ ده حتى يعني اسمه جاي من المجاري وكده. كنت رحت الدوري الفرنسي ولا البرتغالي ولا حتى السويسري؟ اصل دي حكايه طويله، المختصر بتاعها ان انا معايا ابن خالي كان شغال في المجر في مطعم كشري هناك، وقال لي تعالى اشتغل معايا والدنيا حلوه في الفلوس يعني وكده. فسافرت واشتغلت معاه شويه، وكنت على المغربيه كده بروح العب كره خماسي هناك، لحد ما شافني المدرب بتاع الفريق المجري ده وخدني بقى معاه في الفريق. يا سلام، دي فعلا قصه كفاح طويله، نفس اللي حصل معايا بالظبط لما سافرت ليبيا واشتغلت في مجله هناك. وكنت خلاص هنجح في موضوع الكوره ده، لولاش الراجل الفجر صاحب المجله قال لي انت اكلت كل اللب والسوداني والحلويات اللي في المحمصه وخربت بيتي، وراح دقيق لي على الجواز. المهم دلوقتي، انت طلعت تاشيره امريكا علشان كاس العالم للانديه ولا لسه؟ يا عم ده الجماعة بتوع الأهلي خدوني من المطار على السفارة الأمريكية على طول، قالوا لي مفيش وقت، كأس العالم للأندية يدق على الأبواب. وفي نص ساعة يا باشا كنت ماسك تأشيرة أمريكا في إيدي. ده أنا لو أعرف كده كنت موتت نفسي علشان أجي الأهلي من زمان. امال انت تحسب ايه يا باشا؟ انت هنا في الاهلي عايزك بس تحلم، تقوم من النوم تلاقي حلمك متحقق. اللي بقول لك ايه، ما شفتش بلدياتك علي معلول اول ما جيت؟ طبعا يا سيدي جاي مطمن علشان لك حته تجيله هنا في الاهلي. ده أول واحد لقيته مستنيني في المطار. أصل معلول ده معرفة قديمة في تونس، وأساسا إحنا جيران، وكنا بنطلع نلعب كرة في الشارع مع بعض، وياما اصطادنا سمك من ترعة الترجي، وكنا مع بعض في المدرسة. بس هو كان في ثانوي وأنا كنت لسه في الابتدائي. بس خلي بالك يا سيد رمضان، هو اليومين دول زعلان يعني شويه كده من الاهلي، فلو قال لك اي حاجه وحشه يعني حاول تراعي مشاعره وما تصدقوش. المهم، انت دلوقتي مش عايز مني اي حاجه اشتريها لك؟ عايز شقه تسكن فيها، عربيه، اي حاجه، انا رقبتي سداده ليك. حبيب قلبي تسلم. هو انا بس كنت جاي من السفر على طول وجعان، فلو فيها رسالة يعني ممكن تعزمني في قصر الكبابجي، يعني شوية كفت على شوية فراخ مشوي وشوية طحينة حلوين كده. واهم حاجة كتر لي اللحمة علشان انا هفتان على الاخر من الاكل العيان بتاع المجر ده. ده ايه التدبيسه المنيله بنيله دي؟ يا ريتني ما سالتك. بص يا سيد رمضان، اصبر علي 10 11 يوم كده بالظبط، اهو العيد الكبير داخل علينا، وهخليك تهز في اللحمه والعكاوي وكل اللي نفسك فيه. وانصحك تاكل اكل بيتي، يعني سيبك من المطاعم بتاعت بره دي. خلاص يا عم خلاص، يعني انا هقعد بالجوع 10 ايام؟ انا ارن على بلديات علي معلول يمكن يعزمنا عنده في البيت ولا حاجة.